قرار لجنة الحكم على الرسالة المقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس. اجتمعت اللجنة المشكلة من أستاذ الدكتور محمود عبده أحمد فرج أستاذ المناهج وطرق التدريس وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الأزهر ومدير مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين به، والأستاذ الدكتور إبراهيم محمد علي أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة المنصورة، والدكتور محمد السيد الزيني أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد بالكلية. وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 23/5/2017 الساعة 2 بكلية التربية جامعة المنصورة، وناقشت الرسالة المقدمة من الطالب محمد عبد الوهاب جبل بموضوع فعالية الأنشطة القائمة على شبكات التواصل الاجتماعي لتنمية المهارات الشفوية لدى دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرها، وقد استغرقت المناقشة 5 ساعات تقريبا. 3 ساعات إلى الساعة 5 مساء. قرار لجنة الحكم بناء على ما سبق وبعد مناقشة الطالب في موضوع رسالته ظهر للجنة أنه يحيط بمحتواه ويتفهم نتائجه التي توصل إليه وقام بتفسيره، والرسالة تقع في صميم المناهج وطرق التدريس تخصص اللغة العربية، وقد تمت كتابة الرسالة بشكل علمي صحيح، لذا توصي اللجنة بالإجماع بمنح الطالب محمد عبد الوهاب جبل درجة الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس تخصص شعبة اللغة العربية بتقدير ممتاز.